هو في حاجة اسمها حلب النجم بصراحة. في حاجة اسمها حلب النجوم، وده مصطلح يعلمه جيدا كل من يتعامل في علوم الفلك والكواكب. بيبقى عبارة عن ايه؟ كل شخص مننا ليه نجم، أي الأرشيف بتاعه، والنجم لازم يكون شكله كده، ده الطبيعي بتاعه. علشان تكون محتاج حلب للنجوم يكون نجمك مغلق مقفول. لو نجمك اتقفل يبقى ابتليت ابتلاء ألعن من الأسحار، وللأسف بتكون محتاج لحاجة اسمها حلب نجم. علشان نجمك بعد ما يتغلق لازم تفتحه من أول وجديد، علشان الدورة الفلكية بتاعت حياتك تمشي في مجراها الطبيعي. عارفة إن في ناس كتيرة مش فاهمة اللي أنا بقوله، ولكن كل من يدرك أو رب العباد مديله علم من هذه العلوم يدرك تماما معنى وكيف غلق النجم. حياتك بتكون مقفولة من كل النواحي، حياة صحية، مالية، اجتماعية، عاطفية، كل اللي تتخيله وما تتخيلوش. وفي البعض بيظن إنه نوع من أنواع الأسحار، ولكنه مش حقيقي، ده بيكون ألعن من الأسحار. ويجب على شخص متمكن ومدرك هذا العلم إنه يفك لك أو يرجع يفتح لك النجم من أول وجديد. مفيش حاجة صعبة على رب العباد، رب العباد خالق لكل داء دواء. ولكن علشان تجديد النجم أو حلب النجم من أصعب ما يكون ومن أقوى ما يكون في الشغل بتاعه. فربنا يعافيكم من ظلام النجوم أو من حركة الكواكب على الأرض، ويجتنبكم شرور هذه الحركة. عشان كده دايما بوصيكم بدعاء فك نحوسات الكواكب، عشان رب العباد هو اللي أمرنا إن احنا دايما نستعيذ من ظلام النجوم أو حركة الكواكب، لأنها بتأثر على حياتنا. الكون ده مليء بالأسرار لا حصر لها، بس ندرك ونفهم هنرتاح. ربنا يعافينا ويعافيكم من ظلام النجوم وحركتها.